السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعملي ايه انت كماما لو جه طفلك الصغير بيسألك اسئلة صعبة او اسئلة محرجة؟ مش لازم انك تعنفي طفلك ابدا، ولا انك تشخطي فيه وتقولي له لا لا الاسئلة دي عيب ما ينفعش تسألها. المفروض ان هو لسه طفل صغير وبيستكشف نفسه، وانتي المصدر الوحيد لاجابته. اول حاجه لازم تعرفيها، هو عارف السؤال ده منين؟ جابه منين؟ اتفرج عليه في التلفزيون، ولا سمع حد من الكبار بيتكلم عنه، ولا ليه حد من اصحابه فتحوا في الموضوع ده؟ اذا كان شاف الموضوع في التلفزيون فيبقى عليكي دور مهم جدا وكبير، انك لازم تتحكمي في الحاجه اللي بيتفرج عليها طفلك. ان في حاجات مش كويسه مش لازم ابدا ان طفلك يتفرج عليها، خصوصا في وقتنا ده والحرب الغربيه اللي بتحاول انها تطمس الهويه الجنسيه للاطفال. طفلك بيتعرف على نفسه، لازم لما تجاوبي عليه اجابات صحيحه واجابات مقنعه، بس بسطيله خالص الاجابه. هو مش محتاج منك اجابات صعبه، ولا انك تتعمقي في التفسير. هو عايز اجابات بسيطه، لانه حسب مرحلته العمريه دي هيكتفي بابسط الاشياء، ولكن لازم تديله اجابه. كون ان انت ما تشخطيش فيه وان انت ما تعنفيهوش، ده بيديله ثقه بالنفس وبتخليه يرتبط بيكي اكتر، ويحب ان هو يشاركك افكاره اكتر. ودي نقطه مهمه جدا، انك تبني طفلك وتبنيه صح. اما اذا كان بيسألك السؤال ده بناء على انه سمع حد كبير بيتكلم فيه، يبقى لازم تخلي طفلك ما يقعدش مع حد كبير بيتكلم في مواقف او مواضيع خاصة او مواضيع صعبة على طفل صغير في مرحلته دي ان هو يستوعبها. ولو كان حد من صحابه اللي فتحوا فيها، فلازم تتدخلي فورا وتفصليه عن اي حد من اصحابه بيتكلم في المواضيع الغريبة دي، لانك ما تضمنيش الطفل ده سمع الكلام ده او شافه فين. ردودك على طفلك هتخليه يلجأ لك دايما في اي موقف، وهتخليه يقرب منك ويحب يشاركك ويسمع لك انت بس. اما لو ما كنتش عارفه تردي ازاي، او ما كانش عندك اجابه صحيحه وواضحه لطفلك، فالنت ما خلاش حاجه، بس عليكي انك تختاري مواقع كويسه هدفها بجد انها ترد اجابات صحيحه عشان توعي الاطفال. واوعي تستخدمي مع طفلك الاسلوب المنفر، وبعدي عن اسلوب التعنيف. لو طفلك سألك اي سؤال محرج، هو مش قصده يحرجك، هو قصده يستكشف بس. زي ما قلنا، اسلوبك وطريقتك معاه هيخليه ياخد ثقة في نفسه، وهيخليه دايما يحب الكلام معاكي، فما تبعدوش عنك. كلامك معاه هو وسيلة الدفاع الأولى اللي هيستخدمها إن هو يخلي باله من نفسه. خلي بالك، أي فكرة أو أي كلمة بتقوليها له بتتحفر على دماغه، وبيحفظها وبياخدها معاه طول عمره، فخلي بالك انت بتدي ايه لطفلك. نوعيات الأسئلة المحرجة كتير، مش هقدر اجملها كلها او اتكلم فيها كلها، ولكن انا كل اللي يهمني ازاي تردي على السؤال المحرج. خلي بالك ان السؤال المحرج مش قصده بيه احراج ابدا، ولكن قصده بيه يستكشف. حلقة النهاردة صغيرة وخفيفة، اتمنى تكون عجبتكم. متنسوش ان دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. نوني في حلقة تانية، شكرا ومع الف الف سلامة.